عمرك شُفت عشرات الأطنان من الطماطم وهي عاملة حمام شمس؟ في الأول المنظر بيتهيأ لك كأنها بتضيع وبتتهدر، صح؟ بس الحقيقة مش كده خالص. المحصول ده ضخم جدًا، والطماطم كتير لدرجة إن ما فيش حد عارف يستهلكها كلها، ولو اتسابت كده هتبدأ تعفن في أيام معدودة. فالفلاحين رجعوا للطريقة القديمة والأذكى عشان يحافظوا عليها. بيقطعوا طماطم نصين ويرصوها صف ورا صف كأنهم جنود واقفين تحت الشمس. تحت حرارة الشمس العصارة بتتبخر بهدوء، والقشرة تبتدي تكرمش وتشد على بعضها، واللون يتحول من أحمر فاقع لأحمر غامق أعمق، وفي نفس الوقت الطعم ساعتها هيبقى أقوى وأغنى. بعد كام يوم السلة الكبيرة من الطماطم العصرية بتتحول لشوية حتت صغيرة مجعدة، بس ما تخليش شكلها يخدعك. السكر والريحة والطعم كلهم متركزين جواها، ولما تدوقها هتحس إن طعمها أحلى وأغنى من الطماطم الطازة نفسها. الطريقة الطبيعية دي اسمها الفرن الشمسي، بتخلي الطماطم تعيش شهور وأوقات أكتر كمان، وده هو السر الحقيقي في الطماطم مجففة بالشمس. السؤال هنا بقى، هل عمرك جربت الطماطم دي قبل كده؟ وهل تحب طعم الطماطم الطازة العصرية ولا الطعم القوي المركز بتاع المجففة؟ قول لي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.